كل سنة وانتم طيبين وبيتكم مليان فستق ولستق وقمر الدين. شوية نصايح كده بقى لتجنب الذنوب في رمضان. أولا، أختي التائبة اللي بتنزل بوستات سامحوني سامحوني احنا داخلين على ايام مفترجة وعايزة ربنا يتقبل مني. اسامحك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ على الويل ولا الجراح يا ولية؟ افضل اسامح انا فيكي بقى وانت ايه تتمادي في اسلوبك الرخيص ده؟ انت فاكرة ان انت لما بتتوبي في رمضان وبعدين ترجعي لنا على العيد فريش كده بشرك ربنا هيسامحك؟ ولا فاكرة ان الشويتين دول هيخلوا عليا؟ مش هسامحك يا اللي ماشية تتنمري على طوب الارض وفاكرة نفسك ملكة جمال شجرة الارز وانت شبه البتنجانة المقددة المسوفه السودا المرميه في قعر الثلاجه ولا حد حاسس بيها. لو شفت مثل هذه البوستات تاني قدامي هطلع عين اهلك منك ليها. سامعاني يا مره منك ليها؟ تاني حاجه، عشان نتجنب بعض في رمضان، ما حدش كلمني قبل الفطار ولا بعد الفطار. انا ما بحبش الكلام، ما بحبش الرغي، ما بحبش الستات ولا بحب الرجاله، ما بحبش النوم ولا بحب الصحيان، ما بحبش اي حاجه. يعني خلصت القول اعتبروني في ابو زعبل لحد ما رمضان يخلص. تالت حاجة، بند العزومات ده نعتبره بند ملغي تماما السنة دي. ليه بقى؟ لأننا هنجيب يا دوب ربع الفرخة، وربع الفرخة دي هنعمل عليها حلة شوربة كده، ونفضل نعمل على مرقتها كل يوم مرة ملوخية مرة بطاطس وإلخ إلخ إلخ. لذلك بند العزومات ملغي مطلقا. رابعا، بند المسلسلات. واستكسكيوز مي، يعني السنة دي في ظاهرة غريبة قوي وهي ظاهرة أبناء العاملين. يعني السنة دي لا في عادل إمام ولا يسرى ولا إلهام شاهين ولا ليلى علوي ولا محمد رمضان ولا يوسف الشريف. طب وده اسمه كلام؟ ما أنا مستحيل برضه أتفرج على البت دي ولا البت دي. لذلك رمضان السنة دي هيكون خالي من الكوليسترول. وحوي يا وحوي.